السلام عليكم. تصريح يهز العالم من المعلق التونسي عصام الشوال، ويفجر مفاجأة كبيرة بعد فوز الأهلي على الوداد. ولكن في البداية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد. بعد فوز الأهلي على نادي الوداد المغربي وحصوله على دوري أبطال إفريقيا، فاجأ المعلق التونسي عصام الشوال الجماهير المصرية والعربية بهذا التصريح الذي هز العالم. صرح للإذاعة التونسية وقال أن الأهلي فعل مباراة كبيرة أمام الوداد، والكل توقع بكل المقاييس فوز الوداد على الأهلي، حتى لاعبين الوداد احتفلوا قبل المباراة بأنهم قد حصلوا على البطولة. واليوم أثبت النادي الأهلي للعالم أنه أقوى فريق في إفريقيا. لكن ما هز العالم هو تصريح عصام الشوال الذي قال: أنا كنت أعلق في مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد، وجماهير النادي الأهلي اعتقدت أنني منحاز للوداد، ولكن الحقيقة غير ذلك، فأنا من عشاق القلعة الحمراء. وقال الشوال: أنا هعترف لكم بالحقيقة الكاملة، الحقيقة التي لم يعرفها أحد. فمنذ قدومي إلى قنوات البين سبورت، فأكثر الجماهير العربية المحبة لي هو الجمهور المصري. ولكن قبل ابتداء المباراة بساعتين جاءني اتصال هاتفي من أحد مسؤولي القناة، وقال: لا بد أن تنحاز للوداد في هذه المباراة. فأنا كنت منحاز للوداد قليلا، واعترف لي هذا المسؤول بعد انتهاء المباراة أن هناك جهة سيادية خارجية كبيرة هي التي وراء كل هذه الأحداث، فهي التي هددت الجميع بالفصل. وقال الشوال: أنا بعتذر لكل الجماهير المصرية، ولن تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى، وأنا سعيد جدا بفوز النادي الأهلي على الوداد. فالنادي الأهلي يثبت كل يوم للعالم أنه الأقوى في إفريقيا، فكل التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وفي النهاية شاركنا برأيك في التعليقات عن تصرف عصام الشوال بالاعتذار للجماهير الأهلاوية. هل هذا يكفي أم لا؟ واضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد.